السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا زينين وكويسين وبخير يا رب. يلا بينا النهارده نخبزوا حباية عيش رخفان. بصوا العيش اللي قدامكم ده دقيق تموين صافي، والله شايفة بصي البياض بتاع اللبة اللي من جوه وهشة يعني. والله حماتي كانت عندي اول ما رحت نزلت لها رغيف من فوق قالت لي ده سفنج مش عيش، ده عيش ما شاء الله عامل زي السفنج. يعني بصوا هنقول لكم خطوه خطوه من اول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم لغايه ما حطيتها في كيس وحطيتها في الثلاجه. لو انت اول مره تشوفيني انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي اللايك الزين، اللايك يدعمني ويرفع الفيديو يخليه يتشاف، وطبعا اشتركوا ونوريني وكومنت بدعوه حلوه ولك بالمثل يا رب ان شاء الله. بصوا الطراوه، بصوا ده لسه طالع من الفرن مش عارفه نحط ايدي عليه، والله ما عارفه كنت نحط ايدي عليه كان مولع وطالع من الفرن طري 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 خالص وعامل زي القط من جوه ما شاء الله. انا ذات نفسي استغربت من جودة العيش. دقيق التموين والله دقيق صافي، دقيق تموين صافي، لا في دقيق قمح ولا في دقيق فينو ولا في أي حاجة. تمام. بصوا ما تبخلوش عليا باللايك، اللايك يدعمني ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف بشكل أفضل. لو دخلت الفيديو تفرجتي سيبي لي لايك بليز يعني أرجوك. أول حاجة من بالليل بدأت عملت العصيدة بتاعة العيش، أو هنا العصيدة أنا زودتها سيكة لأني قالوا لي العيش البلدي أو بتاع الدقيق البلدي بتاع التموين هيحب إن أنت تعصدي له يعني. فأنا رحت يعني هنا نص طبق لأني عيش قليل، هو اللي أنتوا شفتوهم دول اللي أنا كنت خبزاهم دول كل خبزتي يعني نقعدوا عليهم 15 يوم شهر زي ما نقعدوا. رحت عصدت كويس وادي ده العقر كنت منيخاه من العصر. بعد ما العصيده بردت وتمام وهديت رحت حطيت عليها كبيت عليها العقر وبعدين حطيت الخميره البيره وادي هنبدا نعجن. لو انت ما عارفاش يعني ايه العقر، في ناس تقول عليه الحدق، في ناس تقول عليه الخمر، ده هتلاقيني في اخر الفيديو من ورا انا سايبه لك طريقته هيتعمل ازاي. هنقول لك هنعمل ازاي وهنسيبوه للخبزه الجايه عشان ايه، عشان نعملوه بيه. انا هنا عملت خلاص ربيت الخميره وتمام وخليتها شديده شويه ورحت حطيت لها شويه ميه من فوق وجيت بعدين ايه عملت غطيتها ونتقابل الصبح بقى ان شاء الله. وادي صحيت الصبح رحت لقيت الخميره ايه ما شاء الله خمرت وتمام وجاهزه للعجين. طبعا انا متعوده نحط الملح مع العصيده، رحت نسيتها المره دي فجبت ايه جهزتها قدام عيني كده عشان ما ننساهاش تاني وحطيتها مع الدقيق. اول ما نبدا نعجن يعني جيت نزلت الخميره بتاعتي وحطيت لها الميه، ما تكتريش ميه عشان الدقيق ما يعني العيش ما يترخيش منه قوي، فعشان تعرفي تتحكم مي فيه وتتحكم مي في قوامه فما تكتريش ميه في الاول يعني، طبعا معلومه بديهيه يعني. تمام. فجيت بعدين ايه اديني حطيت الدقيق وخليت شويه دين اللي هنبدا نقطع بيهن العيش، وحطيت حبايه الدقيق بتاعي. انا هنا عجنت في العجينه صغيره فكانت ضيقه شويه. المهم خد ودي خد ودي خد ودي اعجني عجنه حلوه بس خليه تخين ما تخليهش مرخي. ده بالنسبه لنا العيش المدور. في ناس هتعمل العيش ابو قرون ابقى مرخي، يبقى مرخي كده شويه وعشان ايه هتعدل وتقلب فيه، لكن العيش ده خليه عجينته شديده شويه او يعني تخينه شويه بس ايه ملكي. اهم حاجه ملك كويس. الدقيق ده ما شاء الله ما خدش معايا وقت في المليك خالص، اتملك كده وعمل له عرق وبقى شديد من يعني مجهود قليل يعني الحمد لله ما طولش هو عشان يتملك. وهتشوفي دلوقتي القوام هيني انا وانقطع. اديني جهزت المقارص تجرست المقارص بالرده وبدات ايه انقطع. اديك ما هتشوفي هتلاقي بصي يعني مش مرخي، مش مرخي خالص العيش. وتبدأ تقطعي فيه عاد ايه رغيف رغيف. هنحب في قطيحتي انا نخلي الرغيف مقلوب عشان ايه، عشان يبقى سهل يبقى سهل في الدب يعني يدب معايا بسهوله كده وايه وما نستناش عليه فوش يقشف فبتاع. لا فاروح نعمله ننتفله كده بالدقيق وبعدين ايه نروح نقلبه. زي ما قلت لك اهم حاجه الدقيق ده انا كنت خايفه منه لان يقولوا لي الدقيق التموين هيبقى سايب شويه هيبقى سايح فتخني، لا بس طلع ما شاء الله الصرفيه دي يعني في العيش اللهم بارك تقولي قمح جميل. ما عملت لها عرق بسرعه وشديد لامم معاكي وشديد مأستك كده، مش هيسيح منك ولا هيبقى مرخي، مش هيتعبك على ما يعمل عرق، لا 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 خالص يعني. فجيت هنا خلصت دب وخلصت قطيع ودبيته وادي دي انا نعمل العقر هنا. انا نجيب عقاب الدقيق اللي فاض معايا ونمسكه نفرك بيه العجانيه كلها نفركها كلها ولا يطلع ده كله هو ده العقر. اروح نخليه يتهوى شويه ونحطه في كيس في الفريزر وبعدين نروح ايه نعمل له نخليه للخبزه الجايه. من غيرها العيش يعسر ويبوظ. لازم وجود العقر في العيش الشمسي عشان يخلي عمره اطول. ازاي الله اعلم. مش عارفه. جيت مسكت العيش كله حطيته في الشمس لان خلاص الجو بدا يرهرف كده والجو بدا يصقع يعني الصبح فايه محتاج الشمس. ما شاء الله ما خدش ساعه يعني، هو الشمس برضو سخنه
ما خدش ساعة وكان اللهم بارك خمر. بصوا علو وارتفاع جميل، بما ان العيش مالك وليه عرق كده رفع لفوق، اللهم بارك. كان شكله جميل على الواح، يعني يمكن الصورة مش على الواح، على المقارص يمكن الصورة مش مبينة يعني الارتفاع او العلو بتاعه، بس ما شاء الله كان عالي عالي. يعني انا اعلى من العيش اللي متعودة نعمل. يعني العيش يبدأ يسيح اول ما يوصل للدرجة دي من الخمور، يبدأ تحسيه يسيح كده شوية. لا، ده رفع لفوق كده يعني مع انه قاعد في الشمس، ولكن ما شاء الله يعني كان ارتفاعه حلو. جيت هنا اول ما خلاص ولعت الفرن، انا كنت فرن الانبوبة وحطيته في الضلة يبرد كده شوية، وبدأت نتعامل معاه. عدلته كله على الناحية التانية عشان يبقى سهل عليا في الرص، وعشان وشه قال ايه يطرى شوية عشان يحمر في الفرن، يعني قالوا لي كده. فانا جيت عدلته هنا كله وبدات نجرح فيه واحد واحد. كنت طبعا زي ما قلت لكم مشغله الفرن، مشغله الدورين عشان هنحطهم كلهم مره واحده في الفرن، هرصهم كلهم مره واحده يعني. والفرن تولعيها فوق وتحت وتخليها عاليه خالص في الاول. عشان ايه؟ لازم الفرن تبقى سخنه سخنه، يعني مش بارده عشان ما تمصش العيش لازم تبقى ايه؟ تبقى سخنه. فجيت هنا كنت معليها خالص، بس اول ما بدات الرص هديتها الى حد ما، يعني خليتها متوسطه. تروحي اول ما العيش يبدا يتنفخ كده معاكي جوه الفرن، اول ما يبدا يعلى ويتنفخ تروحي تهديها خالص، تخليها شمعه يعني من فوق ومن تحت، تخليها هاديه خالص عشان ما تشعطش منك العيش وتحرقه، وهو من جوه يبقى قاعد عجين وما استواش ومش ناسس ولا اي حاجه يعني. فايه بعد ما ترصيه كده كله ابدأ يهدي الفرن خالص عليه. يحتاج ان هو لقيتيه حمر من فوق ومش محتاج نار تاني، ابدأ يطفي من فوق وسيبيه من تحت عشان ينستي كويس. ادي كانت المرحلة دي، وبدأت هديت النار، خليتها شمعة يعني، خليتها خالص يعني دوب مسربة سريه بنار كده. وجيت ايه بعدين رحت قفلت عليه وخليته ايه عادي يكمل نسسانه. لازم ينس كويس وجنبك ده تحمر، وتحس ان الرغيف اول ما تجي تسحبيه من الفرن وتطلعيه تلاقيه خفيف، ما تلاقيهش تقيل. لما يبقى تقيل معناها ان هو قاعد عجين من جوه مش ناسس كويس، لسه ما استواش يعني. لا، لكن ده ما شاء الله يبقى خفيف خفيف خالص كده معاكي، معناه ان هش من جوه خلاص واستوى ويبقى هش كده. بصوا النار يدوبها يعني. جيت بعد ما اتاكد ان هو استوى عاد تمام، ابدا اسحبيه عاد وطلعيه عاد وايه، وبالهنا والشفاء. احلى عيش ما شاء الله تبارك الله. الرغيف عالي كده وجميل وطري طري خالص خالص يعني. انا هنا هنطلع نخليه يتهوى شويه، اول ما يبدا يبرد نروح نلمه في اكياس، نخليه في اكياس شويه كده لغايه اخر اليوم، نحطه في قماش، وبعد القماش اكياس، وبعدين نروح نحطه ايه في التلاجة. بس عشان تحافظي على طراوته وما يعصعصش منك وما ينشفش، اول ما يبرد حطيه في اكياس او غطيه بكيس. يعني ممكن لو عندك كيس كبير تفرديه عليه تغطيه بيه وفوقيه ملايه مثلا، او العكس ملايه وفوقيها كيس. اهم حاجه اكمريه كويس عشان ايه؟ عشان يبقى محتفظ بطراوتك ده ويبقى معاكي ايه طري وجميل يعني. فجيت انا هنا زي ما انتم شايفين لميتها على بعضها، وبعدين رحت غطيتها، وبعدين رحت عبيتها في اكياس. بس بعد ما عبيتها في اكياس المرة اللي انتم شفتوها، لا انا رحت حطيت لها قماشه قطن جوه الكيس، لان لما يتحط في التلاجة طبعا يعمل ميه. الميه دي هيتمصها القماشه فالعيش ما يبوظش، لكن لو الكيس للرغيف هتجي الميه وهيبوظ منك جوه التلاجة. بصوا والله طراوه ومن جوه هش وقطني وجميل جميل خالص يعني. المهم لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تسيبي لي لايك ودعوة حلوة ولك بالمثل، طبعا تشتركي وتنوريني، والسلام عليكم.